حد حب يوازن الاجراء ده مع اجراء عمر كمال والشعبات دي، شعبة الاداء الصوتي او شعبة الراب، لما تم استدعائهم للنقابة لضبط وربط الايقاع الموسيقي والشكل المجتمعي للغنوة المصرية، الناس دي كلها حضرت فخدت تصريح من النقابة، فبناء على التصريح والاقرار والتعهد اللي ماضوه هم بيقروا فيه بانه ما يخرجش بره مصر غير لما يخطر النقابة وياخد شهادة رسمية. عشان حضرتك لما يغلط بره، لما يقول لفظ خارج بره الاعلام كلكم هتقولوا يا جماعه ده شتم، ده قال اغنيه، ده عمل، هترجعوا على النقابه. اذا لما يكون ابني ويخضع لبيتي انا اعرف احاسبه قبل ما الاعلام يحاسبني، عشان انا ارد عليكم صح. هو الراجل الوحيد ويجز الوحيد اللي لم يتقدم لنقابه المياه الموسيقيه حتى الان، فهو لم يحمل تصريح نقابه المياه الموسيقيه الخاص بالعمل داخل مصر. طبيعي لما هيجي هيمضي اقرار زيه زي غيره، هيمضي ان هو لو في حاله خروج بره مصر هيلتزم بانه يجي يعدي على النقابه يقول انا مسافر، وياخد مننا شهاده تفيد انه راجل مصرح ليه من نقابه المياه الموسيقيه وانه عضو. طبعا غلط بقى بره تيجوا تلوموني انا، غلط جوه تلوموني انا. هو الراجل لغايه النهارده تقريبا مش معترف بالنقابه وهو مش عضو عندي. اشكرك يا ريس. صباح الفل.